يمرمط بيطلع وطلع واتكلم عن محمود البنا وعن اللي عمله في مباراة الزمالك وسموحة، وعن الظلم الفادح، الظلم الكبير اللي تعرض له نادي سموحة، وعن طرد اللاعب حسام حسن لاعب الأهلي السابق ولاعب النادي الأهلي. إبراهيم المنيسي طلع وقال لك ما ينفعش كده، اللي بيحصل ده عيب، اللي بيحصل ده عدم احترام، اللي بيحصل ده بجد مش بنشوفه لا في دوريات عربية ولا أوروبية. الظلم المتكرر، الظلم الكتير، الظلم اللي كل مباراة اي نادي يلعب قصاد الزمالك لازم يتظلم كده من التحكيم. شفنا البنك الاهلي المباراة اللي كانت قبل مباراة سموحة، شفنا ضربة الجزاء الوهمية بتاعت سامسونج اكنيولا بيحسبها يعني بطريقة غريبة وعجيبة، واحمد سيد زيزو بيسجل هدف وبيقدروا يفوزوا 1-0. 1-0 ظلم، 1-0 للأسف الشديد. واحنا قلنا بدل المرة مليون مرة ان الدولة عايزة تقوم الزمالك على رجليه بالتحكيم، ان الدولة عايزة ترجع الزمالك بالمجاملات والاحتواء. احنا كل مباراة للزمالك بنشوفها لازم نلاقي ظلم تحكيمي فاجر، ولازم نشوف بعينينا الكلام ده. النادي الاهلي اللي وراه مباراة مهمة جدا امام الترجي التونسي، رئيس نادي الترجي التونسي قال احنا مستعدين للأهلي وسنفوز عليه في رادس بنتيجة كبيرة. وقالوا كمان في القاهرة الأهلي مش هيقدر ينتصر علينا وهناخد البطولة. حتى المدير الفني لنادي الترجي التونسي طلع وقال نحن في أتم الاستعداد للنادي الأهلي ورادس ستكون ليلة سوداء على النادي الأهلي. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله. عندنا ثقة كتير كبيرة، احنا ما بنتكلمش كتير، احنا عندنا ثقة كبيرة في الأهلي انه يقدر يكسب ويعمل نتيجة ايجابية في رادس في تونس ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.